صباح الخير، وانسى الهم ينساك وعيش اللحظة، والحياة حلوة بكل ما فيها. ضحكنا، بكينا، الحياة مستمرة. هحكي لكم حاجة، مناقشة دارت بيني وبين مجموعة من الناس فوق سن المعاش، ستات ورجالة، ومنهم كمان جماعة مسنين. كنا قاعدين مع بعض وبنتناقش في أمور كتير. من الحاجات اللي احنا اتناقشنا فيها سألنا سؤال، قلت لهم ايه الحاجة اللي كنتوا تتمنوا انتوا في السن ده اللي وصلتوا له وتتمنوا ان لو رجع بيكوا الزمن ما تعملوهاش او ما عملتوهاش؟ هقول لكم نماذج من ردود الناس، لعل وعسى اللي بيسمع الفيديو ده يستفاد ويلحق نفسه. لان يا جماعة الكلام اللي هقوله ده كله تجارب شخصية، أنا نفسي بتعلم منها وتعلمت منها عشان أكمل حياتي. واحد من الناس قال أنا لو رجع بيا الزمن كنت أتمنى إن تكون عندي الشجاعة الكافية إني أعيش لنفسي، ما أمشيش بمزاج الناس، لا في كلامي ولا لبسي ولا مظهري ولا تصرفاتي. أنا كنت مقيد بقوانين الناس مش بنفسي أنا، ودي الحاجة اللي ندمان عليها لحد دلوقتي ومش عارف أخرج منها لأن فات الأوان. الحقوا نفسكم، شوفوا نفسكم، ارضوا نفسكم، حبوا نفسكم، بلاش تبقى حياتكم كلها مسخرة لتبع مزاج الناس. واحد تاني رد عليا وقال لي بص يا مدام منى، انا ندمان ان انا ما اديتش لعيلتي الوقت الكافي اني اقعد معاهم، وقعدت اكتر يعني قضيت كل حياتي لشغلي فقط. فحسيت دلوقتي ان عيلتي مش محتاجاني على قد ما انا كنت بالنسبة لها صراف. خلوا بالكم، دي حاجة. الحاجة التانية، في واحد قال لي، واحد مش واحدة، قال لي انا ندمان اني معرفتش معنى السعادة وفهمتها متأخر. ايه هي بالنسبة له السعادة؟ قال لي السعادة دي يا مدام منى حالة نسبية، حالة ذهنية، ودي قرار أنا باخده، محدش بيفرضه عليا، لا هي بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان ولا بأي حاجة. دي ممكن تكون بحاجة بسيطة قوي قوي ترضيني، بكلمة بسيطة قوي أسمعها تسعدني، بحاجة أديها لحد أنبسط إن هو مبسوط. أنا للأسف ما فهمتش معنى السعادة الحقيقية، وكنت فاكر إن السعادة في جمع المال وإن أنا أبقى مشهور والسلطة والكيان واللبس الغالي والأماكن اللي بروح أتفسح فيها. كل ده ملوش علاقة بالسعادة. الحقوا نفسكم، اسعدوا نفسكم. في أشياء بسيطة قوي بتسعد يا جماعة. دي حاجة. شوفوا بقى اللي جاية دي بقى، دي اللي زعلتني قوي واتضايقت منها، لأني دايما أقولها لكل الستات. قالت أنا زعلانة وندمانة قوي. الست دي عندها 75 سنة، زعلانة قوي وندمانة قوي يا مدام منى علشان أنا ما كنتش أم فرفوشة. كنت أم كئيبة، عصبية، أزعق على أقل حاجة، وعاوزة اللي تحت ولادي وجوزي يبقوا تحت سيطرتي. أنا فاكرة إن دي كده هيحبوني، أو لأن أنا شايلة لهم البيت وعاملة لهم كل حاجة، لكن أنا مشيت في الطريق الغلط.
كنت دايما مكشرة في وشهم، أزعق، عاوزاهم يبقوا بيرفكت أو مثاليين لأقصى درجة، عاوزاهم يمشوا على روتين أنا حطاه، عاوزاهم ياكلوا الأكل اللي أنا بقول عليه، يلبسوا اللي أنا بقول عليه، مذاكرتهم، واجباتهم، مفيش حد يترمش ولا يروح يمين ولا شمال، عاوزاهم يبقوا كويسين. بس هم فهموني غلط، وأنا فهمت إزاي أتعامل غلط مع جوزي وولادي. النهاردة أنا عايشة وحيدة بين 4 حيطان، كل واحد شاف حياته وشاف مستقبله، مش محتاجيني في حاجة ولا أنا للأسف، لكن أنا محتاجاهم. هم بيسألوا لكن بيبعدوا عني، أنا ربيت لهم عقدة. جوزي سابني، أخد مكان في أوتيل وبقى يقعد فيه ويسأل على الولاد ويروحوا له، مش عاوزين يجوا البيت عندي نتقابل في أي مكان عشان القعدة تبقى قليلة وبسيطة، ورافضين تماما إن هم يجوا عندي. بيقولوها لي بطريقة لطيفة، لكن أنا حاسة إن أنا كنت قاسية جدا وأجريسيف جدا وكئيبة جدا، ومش فرفوشة، ولا البسمة كانت على وشي إلا نادرة وكمان بالعافية. أنا بنصح، دي هي اللي بتقول إن كل الستات ما يطلبوش من ولادهم إن يكونوا بيرفكت أو ستريت، لأ، في مذاكرتهم وفي حياتهم لازم نعرف إن إحنا بشر، إحنا بني آدمين، لنا غلطات وهفوات وحياة فيها كل حاجة. أقول لكم إيه؟ ذاكروا الكلام ده كويس، وكل واحد عارف نفسه، والحقوا نفسكم وتصبحوا بالخير وعيشوا اللحظة. باي باي.